موطني. بعد ما اتحمل مستحيل ما اقدر. دموعك غالية. العراق غالي. العراق وطن من قلب من روح. يعني لما نشوف الدمعة وتبكي للعراق والعراق يلعب في العراق في بطولة خليجية. واني اصلا مو عايشة بالعراق. الشعور اللي جاية زيارة بس للعراق حاليا. يعني أنا مغتربة وجاية زيارة بس للعراق ولهذا السبب. يعني كأنك زرعتي قلبك هنا ورحت هناك. هذا اللي يقول شلع قلبي شلع. بالضبط. يعني بحب ما اتحمل ابقى يعني هاي اكمل المباراة. الشعور هو يقول موطني والسلام في الله. هاي الروح. ان شاء الله يفوزون اليوم ويفرحونا. ترجعين العراق. ارجع عندك الحنين. ابتسمي لانك عراقية. ابتسمي وافتخري. يعطيك العافية. ها هم دائما ابناء العراق. الإحساس والمشاعر هذه اللي تشوفونها لها أسبابها. العراق اللي حاليا نحن نعرفه فيه 40 مليون في العراق أو 41 مليون، لكن في ملايين مهجرة رايحين، هاجروا وراحوا واشتغلوا وتغربوا. العراق جاه ظروف ومآسي وأحزان وفرح وسعادة، تاريخ حضارة، حروب، قتل، تشريد. فالعراق اليوم من يجي بلاده يعرف ان انا قاعد اشوف بلادي قاعد تنهض مره ثانيه، فطبيعي كل واحد بيحس بهذا الشعور، بيحس ان انا ليش بلادي غير عن الدول الثانيه؟ ليش الدول الثانيه يفرحون ويستضيفون والناس يروحون لهم؟ طيب انا شو اللي ينقصني؟ والعراقي يقول ولا اليمني يقول انا حضاره يا اخي، انا تاريخ. فلا تلومونهم لما يصيحون، لما يشوفون مشاعرهم هذه، لان الناس فقدوا الارض. ترى الموضوع مش بسيط ان المواطن ترى يطلع ويروح يشتغل برا يتغرب. في ناس ترى يتعبون، في ناس يفقدون الام والابو والاخ والاخت والزوجه والاطفال، يروحون عنهم بعيد. فطبيعي اليوم لما الوطن ينهض ينفض الغبار اللي عليه، طبيعي لما يتحدون ويعني تلاقي الاحزاب والطوائف والشعب ومعلش والسني والشيعي والمسيحي والكردي هاي كلهم مع بعض، حق وشو؟ فرحتهم فرحة وطن، مبسوطين مستانسين، قاعد يأدون، يشوفون الناس فرحانين فيهم، فطبيعي اليوم يفرحون. طبيعي هذه المرأة تسمع نشيدها في أرضها اللي يمكن كانت محرومة مننا كم سنة، تتمنى اللحظة اللي تقعد فيها في المدرجات وتشوف لعيبة منتخب الوطني. يا أخي يوم اللاعب يجي يقول لي يا أخي أنا لعبت 100 مباراة، يا أخي ما لعبت على أرضي مباراة رسمية، إيش تتوقع منه؟ أكيد بيفرحون، بيستانسون، بيصيحون، مشاعر جياشة عندهم. فاللي أنا أشوفه اليوم شيء حلو إن هذه الأرض أصلا لازم إحنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. إذا تبون قومية، تبون عروبة، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم، لا تبعدون عنهم. أنتم تبونهم اليوم في أحضانكم، احتووهم. وش اللي قاعد يطلبونه؟ يعني أنا صار لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين أسمعهم نبي البطولة نبي البطولة. شنو البطولة؟ بطولة كرة قدم، بطولة كرة قدم، وجمعت لكم هذه الأمة كلها من قبل لا تبتدي البطولة، من قبل لا يسوون حتى هذه الملاعب الجميلة اللي قاعد نشوفها، والناس يقولون لكم تعالوا يا أخي، تعالوا نرجوكم، تعالوا نتوسل إليكم، تعالوا. بعضهم فقد الأمل فينا، وبعضهم قال لا احنا عندنا إصرار نجيب الخليجيين عندنا. نسمع الأخ محافظ البصرة أسعد العيداني يقول احنا طالبنا وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء أن يفتحون الحدود مع أشقائنا، افتحوا الحدود، الشعوب جو، الخليجيين جو بكل بساطة. هذا احنا موجودين في العراق ومستانسين وفرحانين، وشعب اللهم لك الحمد يأكلنا ويشربنا ويهدينا ويبتسم لنا ويفتح لنا البيبان والله يا جماعة الخير، احنا أرجع وأقول هذه رسالتنا احنا، هذه ما فيها مبالغة.
ما في اي مبالغه في كلامنا، الناس هذول يبوننا حواليهم. يا جماعه الخير، الارض هذه لو احنا تبينا معاهم فتره بيشتغلون في البنيه التحتيه، بيشتغلون في الفنادق، في الجسور، في الانفاق، بيشتغلون في البلد، لانهم بيشوفون بلادهم قاعد تنهض، وبيشوفون الناس قاعد بيجونهم، بيصير في سياحه، في تجاره، في علم، في ثقافه. ترى هذول كانوا اصلا في الاساس هم هاي حياتهم. البصره في السبعينات كانت تنذكر في المسلسلات وفي التاريخ بلد سياحه، بلد اقتصاد، بلد تجاره. اشياء وايد ترى احنا نمتلكها في حياتنا هي اساسها من عندهم. مهندسين، مثقفين، علماء، مهد العلماء يسمون هذه الارض مهد العلماء. ليش احنا نبعد عنهم؟ نختلف، طبيعه الحياه في اختلاف بيني وبينك، الاخ يختلف مع اخوه، لكن ما ابعد. قد ما اقدر ما ابعد، قد ما اقدر اجر صوبي، لا يجرون صوبهم. هذا احنا مجتمعين في بطوله الخليج العربي، وهذا احنا فرحانين، وهم فرحانين فينا، مبسوطين، والله مبسوطين. انا اقعد معاهم للصبح، انا ما ارقد يوميا الا على اصواتهم في الكرنيش، طيط طيط طيط، واغاني واهازيج وفرح وما ادري وشو، واقوم من نومي على صوتهم. اقسم بالله العظيم ما حسيت بلحظه ازعاج. هو ازعاج حق اللي بيرقد، بس انا مش منزعج. تدرون ليش؟ اشوفهم فرحانين مكيفين. مره اغنيه قطريه، ومره اغنيه سعوديه، ومره اماراتيه، ومره بحرينيه، ومره كويتيه، مره عمانيه. كل الخليج ما عندهم فرق. اليوم مباراه قطر والبحرين، من الجمهور اللي حاضر؟ كم عدد القطريين اللي حضروا او البحرينيين؟ كم عدد مدرجات هذا الاستاد المينا؟ 40,000، 45,000، 30,000. 99% او 95% عراقيين ومتوزعين، اللي يشجع قطر، واللي يشجع البحرين، واللي راح يشجع السعوديه، واللي راح يشجع الامارات، واللي يشجع قاعد يشجعون. ولا وش طلبهم؟ افتحوا لنا بس المدرجات، ما لكم خاص، احنا بنروح نشجع الناس. ما قالوا منتخبنا العراقي وبس، قالوا لا، شجع الكل. فاتحين ابوابهم، فاتحين بيوتهم. ما ادري شو اوصف لكم الوضع. واحد اليوم جاب لي هالهديه، بالنسبه لي انا او لغيره ممكن تكون هديه عاديه، لكن هي هديه ثمينه من عنده. مصباح وخاتم وهديه تذكاريه، وكل هديه من ميسان لها رمز ولها معنويه ولها كفاح. المراه العراقيه مكافحه، الرجل العراقي مكافح. جماعه هاي ما فيها لعبه، هذه دوله فيها حضارات، مش حضاره واحده 7000 سنه عمرها. لا نبعد عن العراق، لا نبعد عن العراق ابدا، لا نبعد عن العراق، بل احنا لازم نروح للعراق، احنا اللي نوقف معاهم، احنا اللي نساعدهم، وهذا اللي واجب اصلا، هذا الصح. سامحوني انا اوقات يمكن يعني اعبر عن شيء لاني انا مفتقده في هالناس. فاليوم انا لما اشوفهم فرحانين فينا ومستانسين، يا اخي طبيعي اني بقول تعالوا، وطبيعي بقول لكم لازم نتمسك فيهم، لأن هم متمسكين فينا. ترى هم متمسكين فينا على مدار التاريخ، ترى هم ما تخلوا عنا. هي فترة فتور، خلافات، صح، لكن هم جزء منك، هم جزء منك، واحنا جزء منهم. احنا كالجسد الواحد.